عندك كتاكيت نعام بتموت، اعراض غريبه بتحصل وبتسال وكل واحد يقول لك حاجه شكل. محتاج تعرف ايه اللي بيحصل بشكل علمي دقيق؟ تابعنا في الحلقه دي بتركيز للنهايه. اهلا بيكم، انا شريف ودي قناه كلام في نعام. مشكله موت الكتاكيت الصغيره بحكم انضمامنا لمجتمع مربيين ووجودنا في صفحات وجروبات اغلب مربيين النعام، بنشوف حاجات كتير قوي اليومين دول غريبه شويه. بنشوف مثلا واحد عنده كتكوت باين عليه الاعياء وبيسال على جروب وتلاقي اكتر من 20 نصيحه مختلفه ومعظمهم باسماء ادويه ووصفات طبيه، كل وصفه شكل وكل دواء عكس التاني. طبعا حضرتك مشكورا بتساعد، كتر خيرك، لكن وصف دواء بدون معرفة الأعراض وتشخيص المرض التشخيص السليم، انت كده حضرتك بتوديه في سكة تانية خالص. يعني مثلا نشوف واحد كاتب الحقوني يا جماعة الكتكوت عمر 25 يوم قاعد ومش قادر يقف. تلاقي واحد يقول له ترايبيه حقن بشري سنتي مش عارف قد ايه لمدة 3 ايام. واحد تاني يقول لي اديله كالسيوم ويوصف له دواء كالسيوم بالاسم ويوصف له كل الاكلات اللي بتحتوي على الكالسيوم. واحد تاني يقول له لا ده نقص فيتامين ا د ه، اديله بتركيز كام الف وحده دوليه، دقيق جدا في كلامه لمده 3 ايام مش عارف حاجات كده. وصلت لواحد قال له ادهن رجليه مكلار كريم. اما اكثرهم شطاره فقال له ده نيوكاسل وملوش علاج وهتموت والله يعوض عليك. طب اوكي، مشكورا جدا حضرتك وحابب تساعد وسمعت ان حد عمل كده في الحته الفلانيه ونجحت والكتكوت خف، لكن احب اضيف لمعلوماتك يقعد وما يقدرش يقوم دي مش مشكله ضعف ارجل ونقص كالسيوم بس. يمكن ضعف الارجل بسبب نقص الكالسيوم او اضمحلال العضلات بسبب نقص فيتامين دي بيتسبب في عدم القدره على الوقوف، لكن ده بيحصل تدريجي، يعني الاول يعرج وبعدين يقعد، ودي مشكله تانية هنتكلم فيها بالتفصيل في حلقات قادمه. لكن يكفي حضرتك دلوقتي تعرف ان عشرات الامراض تخلي الطائر يقعد وما يقدرش يقوم. تخمة المعده يقعد وما يقدرش يقوم، لو بلع جسم غريب، خشبه، حديده، مسمار، كيس بلاستيك، قطعه من شوال زي ما شايفين في الفيديو التشريحي ده دلوقتي، دي قطعه من شوال بلعها كتكوت عمر 3 شهور، هتسد الدنيا وهيجيله تخمة معدة وهيقعد مش هيقدر يقوم وهيموت. الكوكسيديا يقعد ما يقدرش يقوم. الكوكسيديا مرتبطة بالأرضية، علاج الكوكسيديا دايما مرتبط بالأرضية. كل ما كانت الأرضية جافة كل ما كان العلاج أسهل، كل ما زادت رطوبة الأرضية كل ما كان علاج الكوكسيديا للأسف من غير فايدة. سبب العدوى دايما هو الأرضية الرطبة واللي بتكون مختلطة بفضلات الطيور والمتروكة على الأرضية لمدة طويلة من غير نظافة، لأن الطائر زي ما قلنا قبل كده بيتناول أي شيء موجود على الأرض. تخمة المعدة تخليه يقعد ما يقدرش يقوم، الكوكسيديا تخليه يقعد ما يقدرش يقوم، الكلوستريديا أيضا تخليه يقعد ما يقدرش يقوم. الكلوستريديا دي عبارة عن بكتيريا انتهازية، هي في الأصل موجودة بصورة طبيعية في أمعاء الطائر، يعني الكوليستريديا موجودة أصلا في الأمعاء لكن بشكل بسيط مش مرضي. أول ما الطائر بيتعرض لأي ضغط أو أي مشكلة بتتحول صورة الكوليستريديا البسيطة دي لصورة كوليستريديا مرضية وتظهر عليه أعراض الإصابة. علشان كده بنسميها انتهازية، لأنها بتنتهز أي فرصة، أي ضعف، أي مشكلة علشان تتحول لمرض. طب فرصة زي ايه او ضغط زي ايه؟ مثلا زي الاجهاد الحراري مثلا، ممكن قوي نوبة اجهاد حراري تتسبب في الاصابة بالكوليستريديا، واحيانا نلاقي انه بعد زوال الحرارة بتتراجع الكوليستريديا لوحدها. ايضا وجود نسبة عالية من السموم الفطرية في العلف بيؤدي الى تحول صورة الكوليستريديا من صورة طبيعية الى صورة مرضية. لذلك لازم علينا نضيف بعض مضادات السموم باستمرار في السن الصغير ده للتغلب على السموم الفطرية الموجودة في العلف وعلشان نقلل من الفرص التعرض للمرض ده. نيوكاسل
علشان نبقى فاهمين، نيوكاسل هو فيروس، هو أشبه بالأنفلونزا، أشبه بالكورونا. سبب العدوى بيتم نقله عن طريق الهواء، أدوات التربية، شكاير العلف، أو الإنسان نفسه اللي جاي من مزرعة مصابة إلى مزرعة سليمة. بيتنقل عدوى فيروسية زي أي عدوى فيروسية تانية. علشان ما يختلطش بينا الأمر وعلشان ما ناخدش نصايح خالية تماما من الصحة، نيوكاسل بيصيب النعام عادة بأعراض عصبية مش بتشمل الجسم كله. يعني بيعمل ارتخاء في الرقبة، وزي ما احنا شايفين كده ده مصاب بنيوكاسل. بتكون النعامة مش قادرة ترفع راسها زي ما احنا شايفين، إضافة لبعض الأعراض التنفسية والإفرازات المخاطية. طيب، عرفنا إن الكتكوت اللي قاعد أو اللي قاعد فجأة كان كويس امبارح وقعد النهاردة مش قادر يقوم، بس متحكم في رقبته، بياكل وبيشرب تمام، ده مش مصاب بعدوى نيوكاسل، ومش نقص كالسيوم، ومش محتاج ترابيح حقن ولا قشر بيض ولا توم وليمون ولا ندهن له رجليه ولا الكلام ده كله. محتاج بس نعرف المرض، نحتاج نعرف المرض ونفحص المسبب الرئيسي. طب بالنسبة للناس اللي بتربي الكتاكيت في أماكن مش متهوية، أماكن ضيقة ومش متهوية، بيحصل لهم أمراض تنفسية ناتجة عن استنشاق غاز الأمونيا اللي بيبقى موجود بمعدلات عالية جدا متطايرة من الفضلات اللي موجودة على الأرض. يعني المكان مقفول، مفيش تهوية، في براز كتير على الأرض، بيطلع منه غاز الأمونيا. مع قلة التهوية ممكن جدا بسبب استنشاق الغاز السام ده يحصل أمراض تنفسية للقطيع الموجود في الغرفة الضيقة دي، ومن أعراضها ضعف عام، والكتكوت هيقعد مش هيقدر يقف. لذلك بنأكد على جودة التهوية وتنظيف مكان الكتاكيت، تنظيف الأرضية باستمرار. اوكي، اتكلمنا على الأمراض اللي تخلي الكتكوت يقعد وما يقدرش يقف. الخلاصة ان لما الكتكوت يقعد وما يقدرش يقف ده عرض مش مرض. بلاش نعالج العرض ونسيب المرض، بلاش ندور على علاج يخليه يقدر يقوم يقف، خلينا ندور اولا عن سبب المرض. اراجع كل حاجة، هي التهوية سليمة، هي الارضية نظيفة، في حاجات غريبة على الارض، علف مخزون، ما اكلش وجبات خضرة بكمية كبيرة، اتأكد من وجود مضاد سموم بالعلف، لو مش موجود مضاد سموم كافي احاول احط مضاد سموم بالمية بالنسب والجرعات الموصي بيها حسب العمر والحالة، مش اي كمية ومش اي جرعة احطها، مش اي حد يقول لي حاجة اعملها. اللي خسر كتكوت او 2 أو 3 صدقوني يا جماعة، انا قبل التصوير بدقايق مكلمني واحد من المنيا مات عنده 10 كتاكيت مرة واحدة. معلش احنا بنتعلم وبناخد خبرة، بلاش يأس. لو كنت في اول الطريق اجمد كده وكمل، معلش لو بدأت بدون خبرة ما تبدأش بعدد كبير. اقرأ الأول، اسمع كتير، ابحث عن مصادر موثوق فيها، اتعلم كويس وابدأ صح، وربنا معاكم. نتمنى نكون قدرنا نوصل لكم جزء من المعلومات الصحيحة ونصلح بعض المفاهيم الخاطئة. ما توقفش الفيديو ده عندك، ساعد غيرك في نشر العلم. نراكم في حلقات قادمة، دمتم سالمين.